ده اغفل عن ان انا اسعى في اصلاح ولدي، ان انا ده مشروع حياتي، ده الامتداد بتاعي. ان كتير كتير مننا هو لو دنيا الولد تأثرت هتبقى مشكلة كبيرة. يعني ممكن كتير مثلا من الامهات اللي بيشتغل في الدعوة يعني ايه بيحتك مثلا، ممكن ولد يبقى ايه عامل مشاكل في البيت، فوالدته مثلا تتواصل معاك تقول لك ايه والله فلان مثلا ركز معاه، ده عمل كذا مش عارف ايه. كتير من الامهات ممكن تبقى غافلة، والاباء يعني يبقى غافل ان ابنه سنين طويلة هو اصلا ماشي في صحبة سيئة، ويكون على علاقة ببنات واهله عارفين، وما بيصليش الفجر، وممكن صلاة الجمعة مثلا ايه الواد يصعب عليها فما تصحيهوش يصلي الجمعة. لكن اول لما يحصل له مشكلة دنيوية، مثلا يسقط في الجامعة، ما بقاش بيحضر الدروس اللي هي الدروس درس الكيمياء والفيزياء ومش عارف ايه وبتاع، ساعتها بتلاقي ايه المشكلة هنا ظهرت. ليه؟ لان احنا معظمين الدنيا. انا معظم الدنيا قوي، ان انا عايز ابني يبقى يعني دنيويا عالي جدا، ماشي ده كويس. طب فين بقى بذلك ان انت تربي ابنك على الدين؟